امتى آخر مرة حسست أمك إنها أنثى جميلة، مش بس بتطبخ وتربي؟ النهاردة هنتكلم عن جريمة بنرتكبها في حق أمهاتنا وزوجاتنا، يمكن بدون قصد يعني. في مشكلة كبيرة عندنا وهي دايما الفصل بين الأم وبين طبيعتها كأنثى. يمكن دي حاجة بنكبر عليها بشكل خاطئ، وكأن الدنيا عبارة عن 3 أنواع من الجنس: ذكر وأنثى وأم. وبشوف إنه مع مرور الوقت بيتم ظلمها ظلم كبير، لأنها بتفقد جزء كبير من حقوقها بسبب تجاهل إنها في المقام الأول أصلا أنثى. علشان كده في حلقة النهاردة من حسوني يتكلم حابب أسلط الضوء على الموضوع ده، ونتناقش في حلول ليه تساعدنا إن شاء الله. لذلك أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حسوني يتكلم، وبتمنى إن الجميع يكون بخير. طيب هي ليه المشكلة ديت بتحصل؟ لو عايزين كلمة واحدة: المجتمع. ولكن خلينا نفصل النقطة دي بشكل أكثر وضوح. دورة حياة الست في المجتمع بتتلخص في تراجع قيمتها مع الوقت، مع إني شايف إنه المفروض يكون العكس. فأنت مثلا بتحب البنت العشرينية وتبدأوا بقى رحلة المستقبل مع بعض، بتكون هي شغلك الشاغل، ويا سلام بقى لو هي كانت صديقتك أصلا قبل ما يكون في جواز. مش صديقتك بمعنى إن أنت صديقتك يعني، أقصد إن أنت كنت عارف الشخص ده وبتتعامل معاه. حضرتك سبحان الله بتكون أعظم رومانسي في عصرك، ثم بيكون في بينكم أولاد، وطبعا مريتوا مع بعض بظروف كتير في النص. فأنا شايف إنه ده حاجة المفروض تقوي العلاقة. لكن طبعا المجتمع بيخليك راجل ملتزم في شغله وهي ملتزمة بالتربية، ومع إن ده نموذج أنا بستنكره، لأنك بتكون أصلا كأب بعيد عن أسرتك، وبتحط عبء مش طبيعي على الأم اللي هي في المقام الأول أنثى. وخلينا نعترف اعتراف مهم إن قدراتها محدودة مقارنة بالراجل، مهما حاولت النسوية إن هي تدعي عكس ده. الست مخلوق طبعا زي ما احنا عارفين أكتر حساسية وبتحتاج احتواء أكتر بكتير من الراجل على جميع المستويات. دي حالة فطرية ومش عيب على فكرة. وبنشوف رجالة فخورة مثلا ويقول لك: يا راجل ده أنا معرفش ولادي حتى في سنة كام، أمهم هي اللي متابعة كل حاجة. فأنا مش فاهم فين الفخر في ده. وبالتالي هنا بتحصل الفجوة. ست بتضحي بكل حاجة في مقابل الحفاظ على أسرتها، فهي طول اليوم بتصحى الصبح تجهز ولادها للمدرسة، تهتم بمذاكرتهم، توصلهم التمارين مثلا. حرفيا هي بتحترق لأجل البيت. هنا الست طبيعتها كأنثى ضاعت، فطرتها اتشوهت، ودخلنا في شقين: واحد بالنسبة للزوج، وواحد بالنسبة للأولاد. بالنسبة للزوج فهي طبعا لم تعد أنثى، هو شايفها في حياته وما بقتش مرغوبة أصلا زي الأول، وبيبدأ بقى يدي لنفسه الحق في تلبية احتياجاته خارج المنزل وكأنها حق مكتسب. علشان كده بنشوف ما شاء الله رجالة تلاقي شعره شاب ومصاحب بنات قد بناته مثلا، والبنات دي بتضحك عليهم زي المراهقين. بس ده مش موضوعي دلوقتي. هتقول لي: ما الأب مظلوم وبيحاول يوفر سبل حياة كريمة للأسرة. أقول لك: ده مش في كل الحالات، وحالاتنا محدودة جدا اللي الأب بيكون فيها بالشكل ده. لأنك هتلاقي رجالة كتير بتوصف بيتها بالنكد، وبتقعد في قهاوي ومع أصحابهم بيخرجوا وبيتجنبوا البيت، مع إنه كان ممكن يقعد ويشوف مشاكله إيه في بيته ويحلها. وهنتكلم عن ده باستفاضة أكثر في الجزء القادم. بالنسبة للأبناء بقى، إن هما بيكبروا على نمط التربية ده، وإن الأم حق مكتسب بالنسبة لهم، بمعنى أصح كأنها جارية. أيوة يعني، طب ما عملتيش غدا ليه؟ طب الهدوم مش مكوية ليه؟ بيفهم إن أمه ما عندهاش أي نوع من الحقوق. طبعا بيشوف تعامل أبوه معاها بالشكل ده. فالمشكلة الأكبر مش دلوقتي، المشكلة الأكبر لما الطفل ده يكبر ويتجوز ويكون بقى زوج، هيوصل لنفس النسخة، وهنفضل نكرر الموضوع ده وعمرنا ما هنحله. طيب إزاي نحل المشكلة؟ دلوقتي إحنا وقفنا على الأسباب، ندخل بقى نشوف الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها بحيث نطور الموضوع ده ونحله. الإعداد الذهني مهم جدا طبعا. المشكلة دي بصراحة المفروض تشتغل عليها من طفولة ابنك بتعاملك مع أمه قدامه، والمفروض برضه ده يتم تدريسه للشباب طوال مسيرتهم التعليمية علشان يكون عقيدة راسخة عندهم. وبالمناسبة ده جزء من الدين بتاعنا أصلا، سواء في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مع زوجاتهم، أو النصوص القرآنية والسنن النبوية. فأنت لازم تشتغل على نفسك وتفهم إن أنت معاك أنثى عندها احتياجات، وتطور من آليات إزاي تكون قادر على تسديد الاحتياجات دي، لأن عدم قدرتك على تلبية الاحتياجات دي بينقص من رجولتك أصلا. فكك بقى من جو تهرير أصحابك وأهلك بتاع أيوة يا دكر يا اللي شاكمها وكسر عينها، علشان هتقف قدام ربنا في النهاية وهتتحاسب. بالنسبة لينا كأبناء مهم نفهم إن الأم مش حق مكتسب،
وإنها لسه أنثى برضه مهما كبر سنها. ببساطة حاول تعامل أمك زي ما بتعمل مع صاحبتك، اللي برغم إنه حرام تصاحبها لكنك بتتشقلب علشان تبسطها يا عم. فأنت مش هاقول لك بنت بتحبها وهتتجوزها فممكن أبلعها يعني، لأ أنت بتعمل مجهود علشان واحدة صاحبتك، يعني مش مجهود عشان حتى واحدة أنت هتموت وتتجوزها، لأ أنت بتعمل مجهود عشان واحدة أنت مصاحبها. تاني حاجة الكلام الحلو، الإنسان بطبعه كائن بيحب المدح، لكن المرأة بطبيعتها أصلًا كائن سمعي، فده سبب إضافي على السبب الأساسي. فتخيل تأثير الكلام الحلو عليها هيكون عامل إزاي؟ امدحها على أي حاجة عامةً، أكلها، شكلها، لبسها، حتى الخدمات البسيطة اللي بتعملها لك زي كوباية الشاي اللي هي مش مجبرة إن هي تعملها لك أصلًا. بالنسبة للأبناء نفس الكلام، قُل لها يا عم إن شكلها حلو في اللبس دوّة، في العباية دي، الأكل بتاع النهارده عظيم، هكذا أنت فاهم الدنيا يعني إن شاء الله. وكمان على حسب هي بتحب إيه أكتر، يعني كل واحد فاهم عقلية الشخص اللي معاه في البيت أو أمه أو مراته. في حد بيحب إن طبخه هو اللي يتمدح، في حد بيحب لبسه إن هو يتمدح، في حد بيحب شكله إن هو يتمدح. فمهم يعني حاول تبذل مجهود في إن أنت تبسط الناس اللي معاك. نقطة إضافية، حاول تعمل مجهود علشانها، حاول لو فاضي وهي معاها كل سبل الراحة زي إن هي تنزل تركب عربيتها تروح المشوار بتاعها ولا تاخد تاكسي، تيجي على نفسك يعني وتنزل توصلها حتى لو ده ضد رغبتك، سواء كنت زوج أو ابن، لأن ده بيمنحها إحساس بالأمان وإنها مسنودة على راجل بجد، وبيعزز من طاقة الأنوثة عندها. ولما الأم تطلب منك طلبات، مش هقولك إني شخص مثالي، أنا ياما قلت يوه طيب ما قلتيش ليه من بدري، طب بعدين هبقى أنزل، لا قلتها كتير الصراحة وأنا زهقت، بس بجد باهدى وساعات بانزل يعني، ساعات برضه ما بارضاش أنزل وباكبّر دماغي، بس ساعات برضه باضحّي عادي، هي الحياة كده. المهم رؤيتها مبسوطة، فأنت مش طول الوقت هتكون بطل، ومش طول الوقت هتدّي مليار في المِيّة، فعلى الأقل خلّيك مؤمن بالفكرة جواك وعندك النية، وأهو حتى في أحسن الأحوال النية دي هتدّيك ثواب. نقطة أخرى الهدايا، مش ضروري تكون طبعًا أغلى هدايا، فمثلًا لو فكّرت تجيب لأمك أو مراتك وردة بسيطة ده شيء لطيف، لإنه بيفضل يفكّرها إنها مهمة عندك. ما مثلًا ده مش عيب، علشان لنفس السبب أنت لمّا بتكون في علاقة مع صاحبتك برضه نفس الحوار، أنت بتفضل تتشقلب وتدوّر وساعات أصلًا بيكون مش معاك فلوس، وسبحان الله بتحوّش ما أعرفش منين، يعني نبقى قاعدين على القهوة ما بتدفعش تمن كوباية الشاي، لكنك لمّا بييجي حاجة زي الفالنتين سبحان الله بنلاقيك مشتري أغلى أنواع الهدايا اللي في الدنيا، هدايا أنت بتستخسرها في نفسك أصلًا، وبتعرف تجيب أهو يعني، وبتعرف تجيب هدايا ومعاك فلوس وربنا باسطك يعني، فالأولى أمك أو مراتك. نقطة أخرى الفخر بيها وتقديرها لذاتها، سواء كنت ابن أو زوج فدي مسؤولية تقع على عاتقك، إنك طول الوقت تكون فخور بيها ومعترف بفضلها عليك وعلى أولادك لو كنت زوج، وقدام الدنيا كلها مش بس بينك وبينها، ده بيحسسها إنها مقدرة ومرغوبة وبيعزز برضه من أنوثتها وبيديها إحساس إن تعبها مراحش على الفاضي. ننتقل لنقطة أخرى هي الاستماع، من ضمن الحاجات اللي الأنثى بتحبها عامة إنك تسمعها حتى لو الموضوع مش مثير للاهتمام بالنسبة لك. فأنت بيكون على قلبك زي العسل وأنت قاعد تسمع نقاش صاحبتك عن خناقتها مع صاحبتها على لون الفستان اللي لبسوه شبه بعض في خطوبة ما اعرفش مين، وقاعد يعني مهتم بتفاصيل، طب ما من باب أولى تعمل ده مع أمك أو مع زوجتك، واسمع بتفاصيل، يعني مش بس تحط ودانك وأنت باصص في الموبايل وعادي وشك الناحية التانية وباين عليك علامات الامتعاض، لأ كل شوية وقفها وراجع اللي قالته، حسسها إنك متفاعل معاها وحسسها إن كلامها مقدر بالنسبة لك، وحاول تفكر وأنت بتتكلم في حلول ليه، حتى لو بالنسبة لك المشكلة تافهة هي تظل مشكلة بالنسبة لك، وده برضه يرجع لحاجة تانية زي ما قلتها، طبيعة الأنثى واختلافها عن طبيعة الراجل. طيب إيه النتايج اللي ممكن تحصل لما أنت تبدأ تغير من عقليتك وتتعامل مع مراتك بالشكل اللي أنا قلت لك عليه وتقدرها؟ طبعًا في النهاية لمّا هي بتحس بتقديرها ده سواء جاي من جوزها أو من أولادها، ده بينعكس على كل جوانب حياتها، فهي بتكون أفضل صحيًا، ذهنيًا، وده بيدّيها رغبة أكبر في العطاء، وبيحافظ على شمل أسرتكم مترابط، مش هاقول خالي من المشاكل لأن كده المشاكل هتحصل، لكنها هتتحل بسرعة لأن كلنا قريبين من بعض، وبالتالي ده بينتقل بشكل لا واعي للأطفال الصغيرين، واللي بدورهم هيمارسوه مع زوجاتهم في المستقبل، فحياتهم هتكون أفضل بكتير. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي حاولت فيها أستعرض مشكلة تقدير الأمهات والزوجات، ده سواء كان من أولادهم يعني أو من أزواجهم، وإزاي نقدرهم بشكل أفضل ونخلي حياتهم أسعد.
باتمنى ربنا يكون وفقني في إن أنا أستعرض الموضوع ده، ومرحب طبعًا جدًا بسماع أفكاركم في الcomments أو في أي وسيلة تقدروا تتواصلوا بيها معايا، وباشكركم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.